ازيكم عاملين ايه؟ انا منى من مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. النهارده هنعمل فسيخ. هو سهل جدا وبيطلع جميل جدا وبيبقى طري. اول حاجه انت بتجيبي ده البوري، شايفاه بقه كده صغنطط، عينيه شايفاها بتلمع ازاي. القشره جامده مش ناشفه، جامد مش طري مش خرع، يعني لسه صابحه اهي. شايفين؟ اول حاجه بصي كده الخياشيم شايفاها حمرا ازاي، مش غامقه ولا اي حاجه، لا نضيفه. هنروح نغسله، هنغسله اهو عشان اوريكم ازاي بتغسليه. اول حاجه تفتحي مكان الخياشيم تدعكي كويس جدا عشان تبقى نظيفه، ميبقاش فيها اي حاجه من الايه، من الميه او من عند السماك اهو. تسيبيها تفتحي بقها اهي، بقها دخلي صبعك كده عشان لو في حاجه اهي. شايفه الدم بينزل ازاي؟ تغسليها كويس تمام. خلاص اهو كده. نغسل اختها برضو. اهم حاجه انك تغسلي عند الخياشيم كويس قوي علشان ما يجرالوش اي حاجه، تاكلي احلى فسيخ في الدنيا. انت بتجيبي كيلو ب60 جنيه، لكن لما بتيجي تشتريه جاهز تجيبي الكيلو ب200 300 جنيه على حسب. فاحنا نعمله في البيت اسهل. شايفه اهو خلاص. هم اصلا نضاف زي ما انت شايفاهم كده اهو. بنركنهم بقى، بنحطهم في حاجه كده وتخليهم كده لمده 6 ساعات او لاخر النهار. هيكونوا نزلوا الميه اللي جواهم، ونبتدي نكمل ونشوف هنعملهم ازاي. حطيتهم بصوا يبقوا محطوطين كده اهو، يعني بقهم لتحت. تلبسيهم كيس علشان ما فيش دبان يجي عليهم ولا اي حاجه، يبقى ضامنه ان هما مفيش حاجه جت عليهم اهو. بنسيبهم ال6 ساعات او لاخر النهار زي ما قلت لكم، وبعدين نكمل ونشوف هنعملهم ازاي لما ايه يصفوا. رجعنا تاني بعد ما فات ال6 ساعات او طول النهار. شايفين دول شويه الميه اللي نزلت منهم اهو. دول طبعا بيعملوا زفاره، احنا بنشيلهم خالص. نيجي بعد كده نحضر الخلطه. هي ناشفه شايفين، ما فيهاش اي حاجه، ناشفه منشفاها خالص. هنا ده ملح رشيدي اهو، عليه شطه وعليه كركم تمام. بناخد بعد كده نجيب السمكه اهي. شايفين الخياشيم بتاعتها نظيفه ازاي اهو. شايفين؟ بنجيب السمكه وتمليها ملح كده، تفسي جامد جوه اهو كده خالص جامد. الناحيه التانيه الشطه دي عشان ما يدوتش وما يجرالوش اي حاجه. شايفينها؟ شايفين مليانه ازاي؟ لازم يبقى مليان كده ملح كده على الاخر. خلاص. وبنحط الباقي كده زي ما انتوا شايفين. يكون عندك البلاستيك راب ده او الاستريتش، وتبرمي كده جامد عشان ما يخشش هوا، علشان ده المفروض بان هو بيبقى ما يخشلوش هوا ابدا، يعني يبقى ايه، معزول تمام اهو. خلاص دي كده اول واحده اهي. اول واحده هنعمل التانية زيها بالظبط عشان ما توسخيش بس الدنيا، تعملي الحاجه على طول كده تمام. جيبي السمكه اهي برضو ناشفه زي ما قلت لكم. شايفين الخياشيم نضيفه ازاي؟ حطي ملح
الخلطه اللي انت عاملاها في جوه. شايفين؟ خلاص تمام. هنيجي بقى لايه؟ للتكفين بتاعهم. ونكفنهم يعني ما تخليش، بصي تفضلي تحطي اكياس لغايه ما تزهقي. حطيهم اهو كل واحده لوحديها اهو، واحده عكس واحده. خلاص، ونقفل كده جامد. شايفين؟ نجيب كيس تاني اهو، كيس كمان. المهم ان انت تحطيه في مكان يكون ضلمه، في فرن بقى عندك، فوق الدولاب، فوق المطبخ، براحتك. المهم ان يكون في مكان ضلمه ويكون ميخشلوش هوا خالص. ده هيستوي زي يديله 20 يوم او شهر بالكتير. لو هتحطي عليه، لو عايزاه بسرعه حطي عليه معلقه خل، شويه خل فوق الخلطه دي، يوم يتعمل لك مفيش 15 يوم. اخر حاجه خالص نحطها في شنطه سودا. ليه؟ علشان قلنا عايزين يخشلهاش ضوء. طبعا والشنط السودا دي هتمنع الضوء. حطيها اخر حاجه عشان ما ينفعش تحطيها فوق السمك. تبرمي جامد اهو، شايفه؟ طيب كمان ترجعي تجيبي ده الاستريتش، نرجع نحطها في بلاستيك لاب، يعني البلاستيك قصدي فيلم اهو. تقفلي جامد. خلاص كده هنشوفه بقى بعد شهر لما افتح عليه. بعمل لكم فيديو ونشوف ايه، هنفتحه مع بعض ونشوف هيبقى عامل ازاي. شايفين؟ اشوفكم بقى ان شاء الله بعد شهر. لو اول مره تشوف قناتي فعلوا لي الجرس واشتركوا في القناه وشيروا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله لما يفوت شهر ونفتحه. اعمل لكم فيديو تاني ونشوفه بقى ونفتحه مع بعضين. شايفين انا حطيته اهو جوه علبه كمان مغلفه بالكيس، ونغطيها اهي، ونرجع نحطها في شنطه اساس ان هي تبقى مكتومه خالص مفيش منها مهرب. تمام؟ اشوفكم ان شاء الله بعد شهر. مع السلامه.